السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كاش كتعاودوا؟ كاين شي توجد لرمضان؟ كما قلت لكم في الفيديو السابق انا اليوم غادي نبداو مع بعضياتنا باش نحضروا آم، ما تحضيرات رمضان كل شيء. اليوم قررت اننا نبداو باش نحضروا مطيشه. شوفي اختي، بدل ما تشريها هكا واجده ما كتعرفيها باش مصايبه ولا شنو دايرين فيها ولا شنو المواد الحافظه اللي دايرين فيها، هذه لا ما نحتاجهاش. هذه غادي نجري عليها وغادي نجيب ونصايب مطيشه ديالي باليد ديالي اللي كنعرف شنو محطوط فيها وشنو مصايب فيها. مطيشه اللي سهله والطريقه سهله اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا ليها. كنتمنى انكم تتبعوا معايا هذا الفيديو هذا لحقاش هذا الفيديو هذا مفيد وغادي تستافدوا بزاف منه البنات. اللي مهتم وباغي يعرف كيفاش درت لهاد المطيشه هذه، تابعوا معايا هذا الفيديو هذا من الاول والاخر وندوزوا للتفاصيل. دابا البنات غادي ندوزو باش نحضروا مطيشه اللي قلت لكم بمناسبه تحضيرات رمضان. شوفوا انايا دابا غادي نحتاج مطيشه تكون طيبه ياك. بحال هاد الشكل. شوف انا اختصرت الوقت وقررت مطيشه في الاول ودرتها في الكميله. تقدري انك ديريها حتى في الكوكوط وتسدي عليها الا كنتي مزروبه دغيا طيبيها. انا درتها غير في الكميله ياك. وغادي نوريكم الطريقه. كنحيدوا ليها هادي من هنا وشويه من هنا، كنخليوها بالقشره ديالها بالزريعه ديالها على هاد الشكل هادي بحال هكذا صافي. وكنلوحوها. نتوما ديروا القدر اللي بغيتوا. اليوم انا غادي ندير معكم جوج طريقات. غادي ندير الطريقه باش نحضروا مطيشه اللي كنديروها في الحريره، الصلصه د مطيشه، وغادي ندير معكم مطيشه الحك، طريقه اللي غادي تفاجئوا بزاف كيفاش كنديروا كنحضروا هذيك مطيشه الحك. الاول غادي نمشي معكم دقه دقه. دابا كينات ها انا قررت مطيشه اللي جات على هذا الشكل ياكو. من بعد البنات عندكم الاختيار، يا اما غادي تزيدوا واحد شويه ديال الماء. انا غادي نزيد غير شويه، داك نص كاس غادي ندير النص ديالو شويه ديال الماء صافي. وغادي نشعل البوطه ونديرها فوق البوطه البنات. على هذا الشكل هذا انا شعلت عليها البوطه. غادي نخليها فوق البوطه ونغطيها ونخليها كطيب وتغلى على خاطرها. منين غادي طيب ليا مطيشه غادي نتلاقاو ونوريكم كيفاش غادي نديروا ليها. هانتوما البنات كنظن ان مطيشه ديالنا صافي راها واجده صافي. شتي الماء اللي طلقات. انا قبيله كنت كنهضر معكم وتلفات ليا الهضره وما كملتش معكم الهضره اللي كنت كنقول لكم عندكم جوج اختيارات. يا اما ديروها في الكميله يا اما تقدروا انكم ديروها في الكوكوط. كتسدوا عليها الكوكوط دغيا كطيب ما كتاخذش واحد الوقت. ها نتوما كتشوفوا معايا، ها هي مطيشه ديالي صافي راها واجده. ها هي طابت كتولي على هذا الشكل هذا. اللي غادي نديرو دابا غادي نفرقوها على جوج كما قلت لكم في الاول. حنا غادي نديرو مطيشه ديال الحريره وغادي نديرو مطيشه ديال الحك. غادي نفرقوها على جوج. النص غادي نديرو لهيه باش نصايبوها انا وياكم، وهذه غنخليوها كتغلي هنايا. نتلاقاو صافي البنات. انا دابا فرقت مطيشه على جوج. هذيك مطيشه الاخرى اللي خليتها كتغلي شنو غادي ندير ليها؟ هذيك هي مطيشه الحك اللي غادي ندير. شنو غندير لها؟ غادي ناخذ واحد الباربه ياك اللي كنت ديجا سلقتها وخليتها عندي. دابا كاينه شنو غادي ندير؟ غناخذ هاد البربه هذه وغادي نزيدها على مطيشه وغنخليها كتغلى معاها. هذا هو السر اللي قلت لكم البنات اللي غادي نديرو باش نصايبوا معنا هاد المطيشه الحك. الا ما كانتش عندكم البربه كتقدروا انكم تستعملوا واحد 5 ولا 6 زيتونات كحلين كنشدهم نحيدوا لهم العظم وكنزيدوهم على مطيشه. دابا انا زدت البربه وخليتها جالسه كتغلى وغادي ندوز لهاد المطيشه هذه ديالي اللي غادي نحضرها باش نديروا مطيشه الحريره. غادي ندوز غادي باش نطحنها.
صافي. يا اما طحنيها بهذا الطحانه، ولا تقدري ديريها في الكاس، طحنيها في الكاس. صافي البنات، انا غادي نستمر بالطحين ديال هاد المطيشه ونعاودو نتلاقاو. صافي البنات، انا طحنتها، خديت واحد القويميله صغيره وغادي نبدا نصفي هاد المطيشه ديالي هادي بشويه بشويه على هاد الشكل هذا. والمطيشه الاخرى اللي درت معاها البربه راها باقا كتغلى. شوفوا البنات، انا درت لكم غير شويه باش نوريكم. صافي، وكتبدا تصفى على هذا الشكل حتى كتصفى ليا مزيان. هانتوما البنات، ملي صفيناها ها هي، شوف اللي خلات لينا هنا نتوما كتشوفوا. وها هي مطيشه ديالي اللي تصفات. اللي غادي ندير دابا، غادي ناخذ وندير واحد القبيصه ديال الملحه فيها، قبيصه ديال الملحه ما نكترش، وغادي نردها البوطه باش تشرب لينا وتولي لينا عاقده هاد المطيشه هادي. غادي ناخذ مطيشه اخرى ونصايبها معكم ونرد هذه كطيب في البوطه. صافي البنات، ها هما انا درتها هنايا وغادي نبدا نطحن فيها. هانتوما كتلاحظوا ان اللون ديالها راه كيختلف. صافي البنات، منين طحنتها انا غادي نبدا نصفيها كما درنا المطيشه الاولى على هذا الشكل هذا. شفتوا اللون ديالها كيفاش ولا؟ اللون اختلف تماما على اللون ديال الاولى. باقا سخونه، ما بديتش نهزها. صافي البنات، انا غادي نصفيها بشويه بشويه. وهذيك مطيشه الاخرى راها باقا كتغلى حتى كنحس بها ولات عاقده. انا غادي نوريكم كيفاش البنات. نسالي غير نصفي هذه هي الاولى، وبعد داك الساعه نوريكم الاخرى كيفاش كتولي. صافي البنات، هانتوما ها انا حيدت منها داك الشيء اللي غير زايد. صافي، اللي غادي ندير دابا، هانتوما شفتوا كيفاش كتجي اللون ديالها كيفاش كيجي احمر. هانتوما اللي غادي ندير، غادي نزيد عليها قبيصه ديال الملحه، غير شويه ما تجيناش مالحه ياك. ومن بعد غادي نزيد عليها واحد معلقه صغيره ديال التحميره. صافي، وغادي نردها تغلى ليا بحال المطيشه الاخرى. صافي، ونردها تغلى. هانتوما البنات شفتوا هنا كتبقى تطربق بزاف، كتبقى غير ملي كتحس بها بحال هكذا صافي راها بدات كتجمع راسها. نخليها حتى دير. وهذه هانتوما شفتوا كيفاش كدير، حتى هي غادي نغطيها على هذا الشكل هذا. شوفوا هذه نخليها كتغلى مزيان حتى منين نقيسها ما تبقاش ترجع لبعضياتها. هذه كتولي عاقده بزاف، راكم كتعرفوا مطيشه الحك كيفاش كتكون عاقده بزاف. وهذه كذلك، هذه حتى كنحس بها صافي راها ما بقاش فيها الماء، غنحيدها صافي. ونتلاقاو من بعد باش نوريكم كيفاش خرجت. هانتوما البنات،
ها نتوما لالا، ها هي مطيشه الحك ديالي باقا سخونه، خصني نخليها حتى تبرد. ها نتوما كي خرجت كنخليها حتى كتولي هكا كما قلت لكم. ملي كنحيدها على بعضياتها ما كتعاودش ترجع، صافي كتولي عاقده. وها هي مطيشه ديال الحريره ديالي، ها نتوما كتشوفوا كيفاش جات. شتي في الطريقه ساهله صراحه، ساهله الطريقه. غير هي تكون عندك، خص تكون عندك مطيشه بالزيت باش كتجمع. انا وريتكم غير شي شويه كيفاش ديروا ليها. انا غادي نشد، غادي نخليهم حتى يبردوا واحد شويه ونديرهم في القراعي. ملي كديرهم في القراعي ديرهم في الثلاجه يكونوا باردين، ما تديروش في الثلاجه يكونوا دافيين ولا تتخليهم حتى كيبردوا بعدا هنايا عاد حتى ديريهم في القرعه. وملي ديرهم في القرعه الا كنتي غادي تستعمليهم من دابا ديريهم غير في الثلاجه الفوق. بقيت تستعملهم كل مره حتى جيتي شي حاجه ما تشد الحك الحريره ولا شي حاجه غادي تجبدي منها وتعاودي تسديها. الا كنتي باغيه انك تحتفظي فيها بالمجمد حتى يبدا رمضان غادي نشدوهم وغادي نديرهم في المجمد. راه ما كيخسروش البنات، يبقاو لكم 30 يوم ديالكم ما غاديش يخسروا لكم. ديري بالزايد، الا عندكم مطيشه رخيصه وداكشي خودي وديريها بالزيت، تكون مطيشه حمراء طايبه ديريها بالزايد وخشيها في الكونجيلاتور، راها ما كتضيعش وما كتخسرش. صافي انا غادي نخليها تبرد شي شويه ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا. غادي نديروها في القراعي ونخشيوها في الثلاجه. هانتوما البنات من بعد ما بردت ليا انا درتها في القريعه. نتوما كتشوفوا جاتني غير شي شويه لحقاش درت غير شي شويه ديال المطيشه غير باش نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوها. مازال عاد غنصايب ديال رمضان. وهانتوما كتشوفوا مطيشه الحك كيفاش جات دايره. هانتي شتي اللون كيفاش داير غزال بحال اللون ديال مطيشه الحك اللي كنشريو من السوق. صافي ها هما مطيشات ديالي واجدين. ما بقى لي غير نقول لكم شكرا لانكم تبعتوا معايا الفيديو، وكنتمنى من كل قلبي انكم تتبعوا معايا هذا الفيديو هذا ديال اليوم لحقاش هو فيديو مختلف. كما قلت لكم في الفيديو السابق غادي نبداو نوجدوا تحضيرات رمضان. اليوم بديت لكم بمطيشه ونشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله شنو غادي نديروا فيه. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم وانكم استفدتوا منه ولو غير شويه. وكنتمنى هذا ماشي امر ولا، وهذا غير طلب. كنتمنى انكم ديروا لي جيم وكومونتير وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع احبابكم وصحابكم. ومره اخرى كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم ونخليكم ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه جديده، وتبقاو على خير.